الاحتواء يا صديقي العزيز كلمة مهمة جدا بنسمعها في حياتنا اليومية، يكاد يكون بشكل متكرر، ويكاد يكون في نفس الوقت في ناس كتير جدا ما تعرفش معناها. فأنا لما دورت عن معنى كلمة الاحتواء في اللغة العربية اداني معنيين. الأول قال لك هو احتواء أو احتضان لشخص ما. تاني حاجة قال لك هو احتواء حدث ما أو احتواء موقف معين والسيطرة عليه. ولكن في علم النفس التحليلي الموضوع كان مختلف بشكل كبير جدا. قال لك هو عبارة عن فكرة مهمة جدا بتعبر عن حاجة الإنسان لأخيه الإنسان علشان يساعده عن التنفيس عن الغضب والمشاعر الموجودة جواه. فيجي واحد من بعيد ويقول لي طب ده إيه علاقته بمجال الكول سنتر وخدمة العملاء اللي دايما بنتكلم فيها على القناة بتاعتنا؟ فأنا هجاوبه وأقول له خليك معايا لنهاية الحلقة وإن شاء الله هتلاقي الإجابة على سؤالك. فيلا بينا نروح نشوف الانترو ونرجع مع بعض مرة تانية. يا مساء الفل على حضراتكم واهلا وسهلا بيكم مرة تانية وفيديو جديد وحلقة جديدة. كالعادة لو انت اول مرة تشوفني فانا عمرو رضوان ودي قناتكم قناة رضوانيات، اول قناة متخصصة في مجال الكول سنتر وخدمة العملاء في مصر والوطن العربي كمان. ودايما بفكركم ان احنا هنا على القناة بنقدم لك المعلومة بشكل سهل وبسيط بدون اي كلكعة او تعقيد. وقبل ما ادخل في التفاصيل صلى على الحبيب قلبك يطيب وتعالى ندخل ونشوف ايه هي تفاصيل حلقتنا النهارده بالكامل. زي ما عرفنا من عنوان الفيديو وكمان المقدمه هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا وهي معنى الاحتواء وعلاقته المهمه جدا بمجال الكول سنتر وخدمه العملاء وازاي تقدر تطبقه في مجال شغلنا ان شاء الله. وخليني اقول لك يا صديقي العزيز ان عمليه الاحتواء بيقوم بيها شخصين او طرفين. الشخص الاول او الطرف الاول نقدر نقول عليه ونسميه الشخص المحتوي او الطرف المحتوي اللي بيقوم بعملية احتواء او الاحتواء للطرف التاني، وفي مجالنا نقدر نقول عليه هو ممثل الكول سنتر او موظف خدمة العملاء. والطرف التاني نقدر نقول عليه المحتوى، الشخص اللي بيتم احتوائه من الطرف الاول ونقدر نقول عليه في مجالنا هو العميل. كمان عملية الاحتواء بتظهر بشكل خاص عند احتياج إنسان لشخص آخر عشان يساعده في مشكلة أو ضائقة بيمر بيها في لحظة معينة، اللي نقدر نقول عليها كده بين قوسين هي الشكاوي. وهنا بتقع المسؤولية الأكبر أو العاتق الأكبر على الشخص المحتوي، لأنه بيكون متوقع منه بالإضافة لهدوءه وكمان احتوائه للشخص إنه يحافظ على رباطة جأشه وإنه يرسم حدود واضحة وصريحة ما تخليش الطرف التاني اللي هو الشخص المحتوى ان يؤذيه باي شكل من الاشكال. وكمان يا صديقي العزيز من المتعارف عليه ان موظف الكول سنتر وخدمة العملاء بيعتبر واجهة الشركة والخط الامامي اللي بيقوم باستقبال مكالمات العملاء عشان يقوم ببحث استفساراتهم او طلباتهم او حل اي مشكلة بتقابلهم. وده مهارة من المهارات الاساسية اللي بتدور عليها اي شركة لما بتيجي تعين موظفي الكول سنتر اللي هيشتغلوا فيها. علشان كده في حلقتنا النهارده هقولك على مجموعة من المهارات الأساسية أو ممكن نعتبرها خطوات أو حاجات محتاج إنك تطور وتنمي نفسك فيها عشان توصل لمرحلة الاحترافية في المجال وتقدر تحتوي أي عميل بيكلمك مهما كان اتصاله. وأول مهارة محتاج إنك تشتغل عليها عشان تساعدك في احتواء أي عميل بيكلمك أيا كان الاتصال بتاعه وهي مهارة الاستماع الجيد. وأنا لا أكل ولا أمل من الحديث مع حضراتكم في كل الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية كمان عن إنك تكون مستمع جيد، مش مجرد شخص بيسمع ولكن شخص بيكون مركز في كل الكلام اللي العميل بيقوله له، بيبعد عن أي مشتتات ممكن تخرجه بره تركيزه. لانك لما بتكون مركز مع العميل ومستمع جيد ليه بتقدر تحط ايدك على النقاط المهمة اللي هتسهل عليك المكالمة، سواء كان العميل بيكلمك في استفسار او طلب او حتى شكوى، فهتقدر تحتويه وترد عليه بالاجابة الصح وتحلله كمان مشكلته. وده كمان من حكمة ربنا علينا انه خلق لنا ودنين وبق واحد، وده عشان نقدر نسمع اكتر ما نتكلم. تاني مهارة من المهارات اللي محتاج انك تشتغل عليها ودايما تطورها وتنميها وهي مهارة التعاطف. بمعنى يا صديقي العزيز ازاي تقدر يكون في علاقة قوية ما بينك وما بين العميل اللي بيكلمك، كمان ازاي تقدر تتعاطف مع المواقف المختلفة في المكالمات اللي بتتم ما بينك وما بين العميل، ازاي تخلي العميل يحس انك شخص مستمع جيد ليه موجود ومتأثر بمشكلته وحاسس بالمعاناة اللي بيمر بيها، وكمان على استعداد تام انك تساعده مش مجرد شخص بيرد عليه
وخلاص. التعاطف كمان هو انك تخلي العميل يحس انك مش مجرد شخص او كول سنتر عادي، ولكن انت شخص مستمع ليه، بيتفاعل مع احاسيسه وعواطفه، في الفرح فرحان معاه، وفي التعازي او الحالات الحرجة انت موجود معاه وبتقول له الكلمات اللي بتحسسه انك حاسس بمشكلته. عشان كده التعاطف من الحاجات المهمة جدا اللي بتخلي العميل يتجاوب معاك، ولو داخل حتى كمان وهو متعصب او غضبان، حدته في الكلام بتقل معاك، ويبتدي ان هو عنده القابلية انه يسمع منك اي كلام بتقوله حتى نهاية المكالمة. فبالتالي التعاطف بيسهل عليك المكالمة وبيخليك تخرج بيها لبر الأمان. تالت مهارة معانا هنتكلم عليها وهي مهارة الصبر، وهي من أكتر المهارات اللي أنت هتكون محتاجها على مدار رحلتك في مجال الكول سنتر، لأنك على مدار يوم الشغل بتاعك أنت بتستقبل عدد كبير جدا من المكالمات من مختلف الشخصيات، من مختلف العقليات، من مختلف الأعمار السنية كمان، من مختلف الأنواع، اللي هو انواع العميل او نوع العميل اللي بيكلمك. في العميل اللي بيكلمك هو غضبان وعصبي، في العميل اللي بيكون متردد، في العميل اللي بيكون محتاج حد يساعده، في العميل اللي بيكلمك اللي بيكون سنه كبير ومحتاج تنزل بمستوى تفكيرك او تبسط له الامور. كل عميل بيكلمك بيكون له طريقة معينة في التعامل معاه، واللي هيساعدك انك تقدر للمرحلة دي هو ان يكون عندك صبر. صبر وانت بتسمع، صبر وانت بتتكلم، صبر وانت بتبسط الامور، عشان توصل لمرحلة من المراحل انك فعلا قادر تتعامل مع مختلف العملاء وتقدر تحتويهم في النهاية ايا كان نوع العميل اللي بيكلمك. رابع مهارة يا صديقي العزيز اللي هكلمك عليها في حلقتنا النهاردة وهي مهارة التحكم في النفس وضبط الانفعالات، وعدم كمان انك تاخد الامور بشكل شخصي. العميل اللي بيكلمك زي ما قلنا من شوية انت بالنسبة له هو انت واجهة الشركة، هو انت الشخص اللي قدامه اللي مسؤول انه يساعده ويحل له مشكلته. فاذا كان موجود اي نوع من انواع العصبية او الغضب او الحدة في الكلام في العميل، فانت لازم ما تاخدش الامور بشكل شخصي وتحتوي العميل وتنقله من المكان او الطريقة اللي هو بيتكلم فيها بحدية للطريقة الخاصة بتاعتك باسلوبك وباتباع الثلاث خطوات اللي اتكلمنا عليهم من شوية، تكملتهم عليهم بالخطوة الرابعة وهي ضبط النفس، ضبط الانفعالات، التحكم في نفسك والسيطرة عليها عشان تقدر توصل للنقطة الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها على مدار حلقتنا النهاردة، وهو احتواء العميل. وكده يا صديقي العزيز في نهاية الحلقة بيكون اتكلمنا عن معنى الاحتواء بشكل عام، وكمان ايه علاقته بمجال الكول سنتر وخدمة العملاء، وكمان ازاي تقدر تحققه عشان توصل لمرحلة الاحترافية في المجال ان شاء الله. كالعادة يا صديقي العزيز بدون الإطالة على حضرتك، لو استفدت حاجة من الفيديو ده اعمل لايك وشير لان ده بيساعدنا على الاستمرار في تقديم المحتوى ليك، وكمان قول لي رأيك في التعليقات. ولو حابب تكون واحد من عيلتنا ولسه مش مشترك سجل اشتراكك معانا وفعل الجرس على الاشعارات الكل عشان يوصلك اشعار جديد بكل فيديو جديد هنقدمه ان شاء الله. استنوني في الحلقة اللي جاية. سلام.